السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلبة ثالثة إعدادي في كل أنحاء الجمهورية، أهلا بيك يا صديقي، أهلا بيك يا حبيبي. معاك مستر محمود علي، معد المادة بجريدة الجمهورية ومقدم المادة بمنصة الجمهورية التعليمي. إن شاء الله مجهز لك النهارده حاجة عظمة العظمة. بعد ما خلصنا كتاب التقييمات كاملا، فرع الجبر وفرع الإحصاء، النهارده إن شاء الله مجهزين امتحان رقم 4 والأخير، وده الامتحان ان شاء الله اللي عايزين نركز فيه جامد جدا جدا جدا، لان لن يخرج عنه امتحان باذن الله رب العالمين. يلا يا صديقي معايا نشوف الامتحان رقم 4، واخر نموذج معانا يا شباب النموذج المتوقع رقم 4 باذن الله رب العالمين. نركز فيه كويس جدا، في كام نقطه مهمين جدا عايزك تركز فيهم ان شاء الله باذن الله. نبدا بالسؤال الاول اختياري، بيقول لي في الشكل المقابل مديك ا بس وج ب2 س. اولا قبل ما ابدا يا استاذ الفاضل، لو ركزت معايا راس 2 3 4 يبقى ده رباعي دائري، والرباعي الدائري من خواصه كل زاويتين متقابلتين مجموعهم برافو 180. يعني س زائد 2 س بتساوي 180. ما هي الزاويه دي زائد دي بيساوي 180، متقابلتين مجموعهم 180. س و2 س بقوا 3 س بتساوي 180. هتقسم على الثلاثه يمين وشمال تطلع السين بتساوي 60، يبقى الاجابه رقم ا ان شاء الله. السؤال رقم 2 يا شباب، نقطة تلاقي متوسطات تراكمي يا شباب. متوسطات تقسم كل منهما بنسبة نقط من جهة القاعدة. بص يا هندسة، عشان لو جات لك الرأس هكتب أنا القاعدة كلها من جهة القاعدة من جهة الرأس. خليك فاكر الرأس دي هي أكبر من القاعدة. لو طلب منك الرأس يبقى 2 إلى 1. بص الكبير في الأول والصغير ورا. من جهة القاعدة 1 إلى 2. خليك فاكر الرأس هي الأكبر، يبقى النسبة الكبيرة في الأول، إنما القاعدة النسبة الصغيرة، يبقى 1 إلى 2. طيب سؤال رقم 3، م ونون دائرتان. حاسب طالما في دائرتان هنروح نجيب نق 1 زائد نق 2، وهنجيب نق 1 ناقص نق 2. اجمع دول 5 و2 راح مديني 7، اطرح دول 5 ناقص 2 يديني 3. وبعدين بقول لك م نون تنتمي لإيه؟ ما أكيد تنتمي اللي أنا كاتبه ده اللي هو 3 و7، بس فترات مفتوحة لازم تبقى مفتوحة. أنهي إجابة دي؟ الإجابة رقم ب. ما أكيد هتنتمي لإيه غير اللي أنا عامله يعني. عدد الممسات المشتركة لدائرتان متباعدتان. هفهمها لك عشان ما أحلش وخلاص. دي دايرة اسمها م ودي دايرة اسمها ن. الدايرتين دول متباعدتين عن بعض. عايز أعرف عدد الممسات المشتركة. أدي كده أول مماس بيلمس الاتنين مع بعض، وده تاني مماس، وده تالت مماس، وده رابع مماس. يبقى عدد المماسات المشتركة لدائرتان متباعدتان 4 إن شاء الله. السؤال اللي بعد كده، في الشكل الرباعي الدائري كل زاويتين متقابلتين متكاملتين. ماشي. مجموع قياسات الزاوية المتجمعة حول نقطة أولى إعدادي 360 درجة. دائرتان م ونون متمستان من الداخل. حاسب يا مستر، متمستان من الداخل هنكتب القانون ان الميم نون بتساوي نق 1 ناقص نق 2. طيب بيقول لك طول نصفي قطرهما 3 و5، يبقى 5 ناقص 3 يبقى الميم نون بكام؟ ب2 يا هندسه. في الشكل المقابل اذا كان ا ب بيوازي ب وقياس القوس ا ج ب 30، القوس ده ب 30 يا شباب. طب انا بقول لك ده بيوازي ده، طالما ده بيوازي ده يبقى القوس بيساوي القوس. دي 30 يبقى دي كمان 30. هو عايز زاويه ب ه د. ب ه د جميل. عايز الزاويه دي. طب ما الزاويه دي هندسه محيطيه، زاويه محيطيه قياسها بيساوي نصف القوس المقابل. ايوه يعني الزاويه دي بكام؟ ب15. ايوه ب15. ماشي. في الشكل المقابل ماله يا عم؟ بيقول لي الزاويه دي ب80. طب ما دي مركزيه، المركزيه ب80 يبقى القوس ب80. جميل. بيقول لك ا ب بيوازي ج د. ا ب اللي بالاحمر بيوازي الج د. طالما ده بيوازي ده يبقى القوس بيساوي القوس. ده 80 يبقى ده كمان 80. وعايز قياس القوس ا ج ان شاء الله ب80. مجموع طولي اي ضلعين في مثلث تراكمي. مجموع طولي اي ضلعين في مثلث بيكون اكبر من مجموع طولي اي ضلعين في مثلث بيكون اكبر من طول الضلع الثالث.
مجموع طولي أي ضلعين، مجموع طولي أي ضلعين أكبر من الضلع الثالث. طول الضلع المقابل للزاوية 30 في المثلث القائم الزاوية، دي نظرية من تانية إعدادي، بيساوي نصف طول الوتر. طول الضلع المقابل للزاوية 30 بيساوي نصف طول الوتر. السؤال اللي بعد كده دخلنا كده في أول سؤال من المجموعة الثانية مقالي. يلا يا هندسة بسم الله. في منتصف، بالراحة كده معايا، د منتصف أ ب، استنتج استنتاجين. ايه هما؟ عمودي وزاوية 90. اعمل ايه؟ اعمل ايه؟ احط المركز قبل الحرف م د، عمودي على الأ ب. نزل دول م د، امشي مع الرسمة م د. الرسمة ماشية ازاي؟ م د ألف. طلعت دي بكام؟ ب90. ماشي. في منتصف تاني، ه منتصف مين؟ ب ج. هي منتصف ب ج، استنتج استنتاجين يا استاذي. عمودي وزاويه قياسها كام؟ 90. اجيب العمودي ازاي؟ احط المركز قبل الحرف م ه، وانزل دي زي ما هي. القياس بنزل دول م ه، وامشي مع الرسمه م ه ج. ماشي. اصلا مش محتاجه 90، بس بجيبها عشان الناس متعوده على الحل، وده كده اساسيات برضه. كده انا استخدمت التنصيف ده والتنصيف ده. في معطى اهو، بما ان م د بيساوي م ه. تعال نشوف. م د بيساوي م ه. طب حضرتك مش ده بعد بيساوي بعد؟ يبقى الوتر بيساوي الوتر. يبقى اذا أ ب بيساوي ب ج. تاني، مش بعد بيساوي بعد، يبقى الوتر بيساوي الوتر. طب لما الضلع ده بيساوي الضلع ده، يبقى الزاوية دي بتساوي الزاوية دي. يبقى إذا قياس زاوية ج بيساوي قياس زاوية أ. تاني هندسة الحتة دي معايا الله يكرمك. احنا دلوقتي بيقول في المعطيات م د بيساوي م ه. طب م د ده مش بعد، اديله الوتر. يبقى أ ب بيساوي ب ج. طب لما أ ب يساوي ب ج، يبقى الزاوية دي بتساوي الزاوية دي. يبقى دي كمان بكام؟ ب55. طب تعرف تجيب لي زاوية ب؟ هو عايزها أصلا. زاوية ب من المثلث تبقى عبارة عن 180 ناقص مجموع الزاويتين 55 زائد 55. طلعت كام؟ 70. جبنا قيمة ب اللي عايزها مني. شوف السؤال اللي بعد كده يا شباب. بيقول لي في الشكل المقابل، جميلة جميلة جميلة. س منتصف، بما أن مش هفكر أبص على الرسمة. س منتصف أ ب، استنتج استنتاجين. عمودي وزاوية قياسها ايه؟ 90. تمام تمام تمام. اجيب العمودي ازاي؟ احط المركز، بس حاسبي. شوف المركز بتاع س ما انهي دايرة، ميم ولا نون؟ السين موجودة عند دايرة الميم، يبقى ميم س. يا ريت يا جماعة اللي قاعد يسمعنا يصلي على النبي، يعني يصلي على النبي كده بإذن الله، كده صلي على النبي 10 مرات كده يعني. س منتصف أ ب، استنتج عمودي. اجيب العمودي ازاي؟ احط المركز قبل الحرف، يبقى م س. عمودية على الأ ب ينزل زي ما هو. اجيب القياس ازاي؟ انزل بدول م س وامشي مع الرسمة م س ج. يبقى دي بكام؟ 90. حلو قوي. ده معطى واحد بس يا مستر منتصف. ايوه يا حبيبي، ايوه يا غالي. بص على الرسمة، بص على الرسمة يا صديقي الصدوق. اوعى تضيع تعبنا وشقانا. م ن خط المركزين، وده اللي هي الوتر المشترك. الله يفتح عليكم. بما ان م ن خط المركزين، ودال ه الوتر المشترك. حلوة قوي. استنتج ايه؟ استنتاجين. عمودي وزاوية قياسها كام؟ 90. يلا هات العمودي. قال لي العمودي بتاع خط المركزين لذيذ زيكم كده وجميل. بنزل ده زي ما هو م ن، وانزل الدال ه. مفيش شغل فيه يعني، لا الشغل في الزاوية. اجيب الزاوية ازاي؟ حرف ال اهو. زاوية خط المركزين حرف ال ميم. حرف ده اللي تحت ده م ص ج.
م ص ج بقت دي 90 ودي كانت 90 من التنصيف. الزاويتين دول مش متقابلتين يا صديقي؟ أجل متقابلتين ومجموعهم 180 يبقى رباعي دائري. أقفل إزاي؟ بما أن قياس الزاوية الأولى يا أستاذ اللي هي م س ج زائد الزاوية الثانية يا باشمهندس اللي هي م ص ج م ص ج 90 زائد 90 ب 180 لازم تقول وهما زاويتان مالهم متقابلتان. إذا الشكل إيه؟ هات من الإثبات ج س م ص رباعي دائري. صعبة؟ مهمة نحطها في أولوياتنا يا شباب، مهمة جدا جدا جدا. ماشي. الجمال. مفيش أي حاجة في المعطيات. تعالى على الرسمة. الزاوية دي 26 نوعها إيه؟ محيطية. زاوية محيطية. شايف أنا بصطاد إزاي المعطيات؟ محيطية. أدور على مركزية؟ مفيش. أدور على ممسية؟ مفيش. دور على قوس. إيه؟ قوس. أهو زيس قوس. برافو. دي 26 تبقى دي كام؟ 52 عشان القوس ضعفها. أبدأ إزاي؟ بما أن قياس زاوية ج بيساوي 26 إذا قياس القوس د ب 2 في 26 راح مديني 54 درجة. 52 آسف. طلع 52 درجة. حلو جدا. مستر ده تمرين مشهور. أقسم بالله مجرمة. ده تمرين مشهور. عرفت منين؟ وترين اتقطعوا في نقطة خارج الدايرة. ماشي. تعرف تكتب القانون؟ أعرف. بما أن قياس زاوية أ بنبدأ بالزاوية اللي بره بتساوي نص وافتح قوس. القوس الكبير اللي هو مين؟ القوس الكبير يا شباب اللي هو مين؟ تعال نكتبها فوق. بما أن قياس زاوية أ بيساوي نص ونفتح قوس. مش هتكفي هنا، نبدأ هنا معلش. بما أن قياس زاوية أ بيساوي نص نفتح قوس. القوس الكبير فين؟ القوس الكبير اهو يا شباب، اهو ج ه. قوس الكبير ج ه ناقص القوس الصغير. فين الصغير يا شباب؟ د ب. واقفل على كده. تعالى نعوض. أ بكام؟ ب 40 والنص ينزل وادي القوس. اشاره اهي. ج ه انا عايزه والدال ب 52. نفك العلاقه دي ازاي؟ قلت لكم يا شباب الاثنين تتضرب يمين والواحد يتضرب شمال. 2 في 40 ب 80. واحد في القوس بالقوس. وبعدين انا عاوز ده اطلع ده الناحيه الثانيه بعكس الاشاره. يبقى 80 زائد 52 ما هي سالبه تخرج موجبه. وادي قياس القوس ج ه زي ما هو. يبقى قياس القوس ج ه هيساوي ايه؟ اجمع دول 132 درجه. يبقى القوس ده ب 132. هو عايز مني ايه؟ عايز قياس القوس ج ه. لسه جايبه اهو. عاوز زاويه ه س ج. ه س ج. اوه ماي جاد. ده مدخل 2 تمرين مشهور في مساله. صلى على رسول الله. تمرين مشهور. وترين اتقطعوا في نقطه داخل الدايره. بما ان قياس زاويه ه س ج بتساوي نص ونفتح قوس هنجمع القوسين المقابلين للزاويه اللي انا عايزها. يبقى تمرين مشهور 1 بنطرح، تمرين مشهور 2 بنجمع. فين القوس المقابل لدي؟ ادي اول واحد اسمه ايه؟ اسمه د ب. واللي وراها الناحيه الثانيه اسمه ايه؟ اسمه ج ه. تاني يا شباب بعد اذنكم. تاني كده. تاني. الزاويه دي بتقابل قوس اهو وبتقابل قوس من الناحيه الثانيه اهو. يبقى عشان تجيب الزاويه دي يا شباب بقول نص. اخد القوس المقابل ليها من هنا والقوس المقابل ليها من هنا. ابدا باي حد عادي. ده جبناه بكام؟ ده كان 52 وده جبناه بكام؟ ب 132. يبقى النص هينزل 52 زائد 132. هتضرب الحسبه دي وتطلع الناتج بتاعه على طول ان شاء الله. ده لازم يجيب ممسات ان شاء الله. ممسين خلاص. ابدا بما ان
بما أن س أ وس ب قطعتان ممستان، هستنتج استنتاجين، ضلع بيساوي ضلع، يبقى س أ بيساوي س ب، وزاوية بتساوي زاوية. ماشي، تعالى عند الرأس، مرة من فوق مرة من تحت، يبقى س أ ب وس ب أ. نجيب قياسهم ازاي؟ هنقول 180 ناقص 70 على الاتنين تطلع بكام؟ ب 55. يبقى دي 55 ودي 55. ده أول معطى. المعطى التاني بعناية برضو، رأس 2 3 4، يبقى ده إيه؟ رباعي دائري. هقول له بما أن الشكل أ ب ج د رباعي دائري، إذا طالما رباعي دائري يا هندسة كل زاويتين متقابلتين متكاملتين مجموع 180، الزاوية دي بتقابل الزاوية دي، يبقى الاثنين دول مجموع 180. يبقى قياس زاوية ب أ د وقياس زاوية ج ب 180، إذا قياس زاوية ب أ د اللي فوق يا شباب 180 ناقص 125 طلعت 55. يبقى دي كده كام؟ 55. أنت عايز إيه يا عم؟ أنا عايز أثبت الأ ب ينصف، أ ب ينصف دي، طب ما دي بتساوي دي، يبقى ده منصف. يبقى أروح أقول له بما أن قياس زاوية س أ ب س أ ب بيساوي قياس الزاوية اللي جنبيها د أ ب د أ ب، والاثنين بكام؟ ب 55. إذا انقل لي نص المنصف، يبقى أ ب ينصف زاوية مين؟ د أ س. يبقى أي مسألة يا شباب عشان ما نتعبش، أي مسألة تشوف المنظر ده همسح كله سريعا كده، أي مسألة تشوف ممسين كده، تشوف ممسين مرسومين من نقطة خارج الدايرة، يبقى ضلع بيساوي ضلع وزاوية بتساوي زاوية. والناحية الثانية رأس 2 3 4، يبقى ده رباعي دائري، هتطبق قاعدة الرباعي الدائري على طول وتطلع كل زاويتين متقابلتين مالهم متكاملتين. في الشكل المقابل أ د المماس، ماشي يا عم. عمود زاوية 90، لا مفيش مركز أصلا. مماسية بتساوي محيطية، ولا في محيطية، مفيش غير دي ودي معلومة. طيب عايز إيه؟ ب أ د، عايز الزاوية دي. طب واحدة واحدة يا شباب معلش، صلوا على رسول الله. امشي على المعطيات. هنشوف المسألة دي يا شباب نركز فيها مع بعض. المعطى الأولاني زاوية ب ب 70، يبقى بما أن قياس زاوية ب ب 70، إذا هات حاجة لازم أنا أجيب الزاوية دي ب 70 في قوس أهو. قياس القوس أ ج دي محيطية، القوس ضعفها يبقى 2 في 70 تطلع 140 درجة، يبقى ديت ب 140 درجة. حلو جدا، تمام. طيب مش القوس ده ب 140 والقوس ده ب 120 اللي هو الحتة دي كده؟ تمام. طب ما تبص معايا وتبص معايا الحتة الحمراء دي، ما دي بقت دايرة، يبقى اروح اقول له بما ان قياس الدايرة، قياس الدايرة كله كام يا هندسة؟ قال لي 360. حلوة قوي. إذا تعرف تجيب لي قياس القوس أ ب؟ قلت له إزاي؟ قال لي هناخد ال 360 كلهم بتوع الدايرة ناقص نفتح قوس 120 زائد 140، طلع معاك كام؟ دول 260 يطلع القوس ب 100، يبقى القوس ده ب 100. أنا عايز قياس ب أ د. ب أ د؟ ب أ د دي ممسية. الممسية علاقتها ايه بالقوس اللي احنا لسه جايبينه؟ احنا جبنا القوس بكام؟ ب 100، تبقى الممسية بتساوي نصف قياس القوس ب أ، يعني نص في 100 تطلع الزاوية دي بكام؟ ب 50. خدوا بالكم من المسألة دي علشان حلوة قوي وبتتكلم عن الزاوية الممسية، والممسية منسية أصلا. في الشكل المقابل أ ب ج شكل رباعي. رباعي ده رباعي يا خلاشي، يا اختي يا اختي يا اختي، ايه ده؟ رأس 2 3 4 رباعي دائري، رباعي دائري. بما ان شاء الله هنقفل، ان شاء الله هنقفل، بما ان الشكل أ ب ج د رباعي دائري، عرفت منين؟ تنتمي رؤوس الأربعة لدايرة. استنتج ايه؟ كل زاويتين متقابلتين متكاملتين مجموعهم 180، اخد دي مع دي، يبقى أ زائد ج. معايا أ، أروح أجيب ج، يبقى زاوية ج قياس زاوية ج
قياس زاوية ج بيساوي 180 ناقص 120 طلعت 60 بقت دي ب 60. حلو قوي. ايه المعطى الثاني؟ في توازي. قلت لك لما تلاقي توازي تروح تكتبه الاول بما ان ب واو بيوازي ده الجيم. ظلل ب واو خط الاحمر ده بيوازي الجيم دال. لو قفلت كده حرف ايه ده يا مستر؟ حرف زد. طب احنا لسه كنا جايبين دي بكام؟ ب 60، يبقى دي كمان 60 بالتبادل. يبقى اذا قياس زاويه ج ب واو تساوي قياس زاويه ج والاثنين ب 60 بالتبادل. معايا حرف الزد تبادل. كده الزاويه دي 60 ودي كمان 60. هو عايز ايه؟ عاوز زاويه الف د ج. الف د ج عايز الزاويه دي. يا لئيم يا ابن اللئيمه. ركز معايا كده. الزاويه دي كلها بقت بكام يا شباب اللي بره؟ كلها بقى ج ب بقت بكام؟ عباره عن 60 زائد 65 صح؟ 125. طب الزاويه دي يا شباب مش خارجه؟ مش دي خارجه عن الرباعي الدائري؟ تساوي ايه؟ المقابله للمجاوره. دي مجاوره يا شباب، دي وراها على طول، ودي المقابله. الله عليكم. يبقى دي بتساوي دي. دي قلنا 125 يبقى دي كمان كام؟ 125. يبقى الزاويه دي ب 125. يبقى اقول له بما ان الشكل تاني ا ب ج د رباعي دائري، اذا قياس زاويه ج ب ه الخارجه بتساوي قياس زاويه د والاثنين ب 125. ناخد بالنا من الحته دي عشان سؤال برضو مهم جدا جدا جدا. السؤال اللي بعد كده في الشكل المقابل ناخد بالنا ان المساله دي ا ب قطر في الدايره. حط ايدك على القطر اهو. بص 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 بص، في خط من هنا اهو، خط من هنا اهو. الله، يبقى دي ب 90. عرفنا كده. الناس اللي كانت عماله تقول ابعت لنا قطر، جبت لكم مساله قطر اهي. ا ب قطر في الدائره. مين؟ استنتج ايه؟ تستنتج ان قياس زاويه ا ج ب بتساوي كام؟ بتساوي 90. حلوه قوي 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 قوي. مستر ده في توازي. التوازي ده وده. التوازي ده وده هيفيدني بحاجه؟ طب ممكن نأجل التوازي دلوقتي. في زاويه ب 70 اهي. الزاويه اللي ب 70 دي مش مركزيه؟ اهي على المركز. ادور على محيطيه. فين يا مستر؟ اهي فوق اهي. لسه جايبين دي ب 90 ما تنساش. زاويه محيطيه اهي. طيب دي 70 مركزيه، تبقى المحيطيه بكام؟ ب 35. 4 سطور. بما ان زاويه د ج ا محيطيه وزاويه م مركزيه، يبقى اذا قياس زاويه د ج ا بتساوي نص قياس زاويه م. اذا قياس زاويه د ج ا نص في كام بقى؟ في م جبناها ب 70 تطلع 35. ونحط السبب يا شباب ان دي محيطيه ما تنساش ومركزيه. مالهم بقى؟ مشتركان في نفس القوس. يبقى دي بكام؟ 35. وعايز مني ايه؟ عاوز ا ج د. ا ج د. لئيم ابن لئيمه. بص، جاب الحتتين اللي هم موجودين في المعطيات بتاعه القطر وبتاعه المركزيه. يبقى اقول له اذا قياس زاويه ا ج د عباره عن 90 زائد 35 يبقى 125. انسى ان انت توقعني، انا داخل اقفل هندسه وخارج. قياس زاويه ا ب ج. ا ب ج عايزين الزاويه دي. تعرف تجيب الزاويه دي؟ اللي هي دي. عايزين الزاويه دي اهي. الزاويه دي لازم انا احدد نوعها الاول قبل ما اتكلم. دي زاويه رأسها على الدايره صح يا شباب؟ والرأسها على الدايره اسمها ايه؟ الله يفتح عليكم، محيطيه. الزاويه دي بتقابل قوس. اهو كل ده القوس ده كله. تعرف تجيب لي القوس ده؟ لو جبنا القوس ده المشكله اتحلت. اجيبه منين؟ بص معايا كويس. بص معايا. انت لسه حضرتك دلوقتي جايب الزاويه دي كلها بكام؟ ب 125. والزاويه دي بكام؟ ب 70.
اعمل ايه عشان اجيب الزاويه دي؟ بص معايا بقى، في حل حلو جدا ممكن نعمله. بص كده معايا، حرف الزد ده مش ده بيوازي ده، وقفلت كده. طب ممكن امسح الاحمر ده ونعمل الخطوه دي مع بعض كده بعد اذنكم. تعالى معايا كده، بص كده، انا عندي ده الجيم بيوازي الالف ب. لو قفلت كده حرف ايه؟ زد. كانت دي جايبينها من شويه ب 35، يبقى دي كمان ب 35 بالتبادل. يعني اروح اقول له بما ان ده الجيم بيوازي الالف ب، اذا قياس زاويه د ج الف، قياس زاويه د ج الف تساوي قياس زاويه الف، والاتنين ب 35 بالتبادل. طب ما انا كده جبت الزاويه دي، وانا كنت جايب دي ب 90. تعرف تجيب دي بقى اللي هو عايزها؟ من المثلث بقى ورايح دماغي. زاويه ا ب ج هقول 180 ناقص مجموع الزاويتين 90 يا شباب زائد 35. تطلع بكام بقى معاك دي؟ تطلع معاك 55، وده المطلوب في السؤال بتاعنا. في الشكل المقابل معايا مثلث مرسوم داخل دايره. ما انا لسه قايل لك عليها في النموذج اللي فات او اللي قبل اللي فات تقريبا. في 3 استنتاجات هيجوا معاك. بص كده الخط الاحمر ده يا صديقي اهو، الف د والف واو. بما ان الف د والف واو قطعتان مامستان، استنتج ان الالف د بيساوي الالف واو. الضلع ده بيساوي الضلع ده، ده 3 يبقى ده كمان 3، يبقى هما الاثنين ب3. تعالى بقى على الخط الازرق، ده مماس وده مماس. بما ان ج واو وج ه قطعتان ممستان، استنتج ان هما بيساووا بعض، ان الجيم واو بيساوي الجيم ه. ده 2 يبقى ده كمان 2. جميل. تعالى معايا على الخط الاسود، ده وده الخط الاسمر ده، دول ممسين برضو. يبقى لو جالك مثلث مرسوم جواه دايره، اشتغل على الممسات زي ما انا بقول لحضرتك كده. بما ان ب ه وب د قطعتان ممستان، استنتج ان الب ه بيساوي الب د. ده كان كام؟ 4، يبقى التاني ده كمان 4 سم. هو عايز ايه؟ عايز المحيط. قال لي المحيط بيساوي، خد مجموع الاطوال 3 و3 و2 و2 و4 و4، اضرب على الآلة وطلع، وتبقى ديت محيط المثلث. معانا السؤال الأخير في آخر نموذج معانا، متوقع ربنا يوفقكم بإذن الله. امشي مع المعطيات. بيقول لي أ ب قطر، أدي القطر، حطيت إيدي مفيش حاجة طالعة من هنا، ودي جاية كده بس مفيش حاجة طالعة منها، يبقى القطر ده ملوش لازمة، بس في توازي وفي زاوية. واحدة واحدة معايا. الزاوية دي اللي معلومة دي زاوية إيه يا شباب؟ زاوية محيطية. اصبر عليا. تعالى كده هات الايه؟ التوازي. الف ج بيوازي م د. ظل لي هندسه، ظل لي هندسه. الف ج اهو خط الاحمر بيوازي م د، ادي م د. لو نزلت كده حرف ايه؟ حرف الزد. الله يفتح عليكم، دي بتساوي دي بالتبادل. يبقى اذا قياس زاويه الف بيساوي قياس زاويه الف م د، والاتنين ب50 بالتبادل. دي 50. حلو جدا. طب الزاوية دي 50، الزاوية دي 50، تعرف تجيب م د ب؟ عايز الزاوية دي، تعرف تجيب دي؟ طب ما تيجي نركز كده مع بعض. المعطى اللي موجود ده أعرف أستغله؟ تعرف بمشيئة الله عز وجل. مش الزاوية دي 50؟ يبقى القوس ده بكام؟ هات لي القوس أ د. القوس أ د بيقابل زاوية مركزية، يبقى قياسها بيساوي قياس القوس، يبقى قياس القوس أ د ب50 برضه. حلو جدا. طب مش القوس ده ب50؟ تبقى بص 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 المحيطية اللي فوق ب25. يبقى اقول له إذا قياس زاوية ب المحيطية بيساوي كام؟ بيساوي نص قياس القوس أ د، يعني نص في 50. نص في 50 يطلع بكام؟ ب25. نص في 50 بيساوي 25. تاني كده الحته دي يا شباب بعد اذنكم، تاني لو سمحتوا.
انا عندي ايه في الرسمه دي؟ عندنا ده بيوازي ده، صح كده؟ لو قفلت كده حرف الزد دي 50 يبقى دي كمان 50. فقلت بما ان الف ج بيوازي م د، اذا قياس زاويه الف بيساوي قياس زاويه الف م د بالتبادل 50. طب الزاويه دي مش ب 50 يبقى القوس بكام؟ قال لي برضو القوس ب 50. طب القوس ده ب 50، بص كده معايا الزاويه دي شايفها محيطيه فوق اهي بتقابل قوس، قال لي الزاويه المحيطيه قياس زاويه ب المحيطيه بيساوي نصف قياس القوس. نصف قياس القوس اللي هو ألف د، يعني نص في 50 تطلع بكام؟ ب 25. بقت الزاويه دي يا شباب ب 25. حلوه قوي. انا عايز الزاويه دي، طب ما تصلي على رسول الله. م د وميم ب أنصاف أكتر في الدايرة، بما أن ميم د بيساوي ميم ب بيساوي نق، إذا قياس زاوية ميم ب د بيساوي قياس زاوية ميم د ب، والاتنين ب 25. دي 25 يبقى دي كمان كام؟ 25. ده كان المطلوب مننا في المثال ده. وكده يا صديقي الصدوق بفضل الله سبحانه وتعالى وتوفيق ربنا لينا ان احنا خلصنا 4 نماذج متوقعه ان شاء الله لن يخرج عنه الامتحان بمشيئه الله عز وجل. بالتوفيق يا حبيبي، ركز كويس جدا، ما تنساش انت كده خلصت النماذج الاسترشاديه كلها وخدت 4 نماذج متوقعه باذن الله في الجبر و4 نماذج متوقعه في الهندسه باذن الله. ما تنساش تدعي لي، وان شاء الله هنتظرك السنه الجايه في اولى ثانوي باذن الله رب العالمين. مجهزين حاجه عظمه العظمه باذن الله. بالتوفيق باذن الله يا حبايبي. كان معكم مستر محمود علي، معد الماده بجريده الجمهوريه ومقدم الماده بمنصه الجمهوريه التعليمي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.